يلا جربي الكشري بطريقتي وقولي لي رأيك ايه. اول حاجه معايا كوبايه من الحمص نقعهم بالليل للصبح، حطيت عليهم ميه وملح وسبتهم على النار يستووا. بعد كده معايا حله تانية فيها زيت، نزلت عليهم بمكعبات بصل صغيره بصلايه. بعد كده لما خدوا لون دهبي نزلت عليهم بثلاث كوبايات من الميه، ملح وكمون، كوبايه من العدس. لما العدس غلي نزلت عليهم بكوبايتين من الرز، سبت الميه تغلي عليهم وبعدين غطيت عليها وسبتها تستوي على نار هاديه. بعد كده معايا بصل متقطع شرايح، نزلت في زيت سخن عليهم وبعدين هديت النار وخليتها متوسطه على البصل. بعد كده حله فيها ثلاث فصوص من الثوم فرمتهم وخدوا لون ذهبي، وبعدين نزلت عليهم بثلاث كوبايات من الطماطم، معلقه من صوص الفلفل الاحمر، كمان كزبره وملح. بعد كده الدقه عندي ملح وكمون كزبره وشطه، معلقه من الثوم، معلقه من صوص الفلفل الاحمر، بعدين خل وليمون، وبعدين خلاص بقلبهم في بعض واسيبهم وبعدين بحطهم بقى في اي حاجه. بعد كده عندي المكرونه ميه وملح ما يغلوا احط نوعين من المكرونه، اي نوعين سباجيتي واي حاجه، وبعدين اسيبهم يستووا. بعد كده شفت البصل خلاص استوى عندي وبقى مقرمش وجميل عشان استوى على النار متوسطه. بعد كده صوص الصلصه معايا